المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للصحة. المشاريع الزراعية في الكاشبركة تسهم في الاقتصاد الاجتماعي. مديرية غرداد تشهد مساهمة طلابية فاعلة في رياض الأطفال. إسرائيل تشن قصفا جويا على غزة وجنوب لبنان ردا على استهدافها بالصواريخ. لافروف يصل إلى تركيا لبحث اتفاق تصدير الحبوب. بعد زيارة رئيسة تايوان، الصين تنشر سفنا حربية قرب الجزيرة. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. تم إحياء اليوم العالمي للصحة تحت شعار الصحة للجميع في مراسم أقيمت على مستوى البلاد في أسمرة. أوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في المناسبة التي حضرها الوزراء وممثلو منظمات الأمم المتحدة في إريتريا، أوضحت الإنجازات الكبيرة التي حققتها إريتريا لمكافحة وعلاج الأمراض وبرامج التطعيم، مشيرة إلى النتائج التي تحققت في أهداف الألفية والتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة. وقال السيد فيسنت أوموغو منسق مكتب منظمات الأمم المتحدة في إريتريا في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إن مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين في المناسبة يعكس الاهتمام الذي توليه إريتريا للمجال الصحي، معربا عن ثقته لتحقيق إريتريا نتائج هامة في أهداف التنمية المستدامة. وأشاد مندوب منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور مارتن أوفيرغو الجهود الشعبية والحكومية لتطوير قطاع الصحة في إريتريا. شهد الحفل مناشط وفعاليات عكست المناسبة. وتفيد وزارة الصحة حصول أكثر من 60% من المواطنين على الخدمات الصحية في دائرة 5 كيلومترات. أفاد المشرفون على المشاريع الزراعية في مختلف مناطق إقليم الكاشبركة فتح المشاريع الزراعية فرص العمل الدائمة والمؤقتة للسكان والمساهمة في تخفيف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ونقل المعرفة الزراعية. وأوضح مسؤولو المشاريع الزراعية ومدراء المديريات خاصة المتواجدة في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية بأن مشاريع كتاي وقرسة وأكللات وقاجرو وعلى قدر وفانكوراوي وعد عمر وألبو وفانكوطمو وعد عمر ومصنع بنتوم وكركبات وأفهمبول فتحت فرص العمل لسكان هذه المناطق، حيث يعمل فيها حوالي 3000 عامل بشكل دائم. وقال مسؤول مشاريع المنطقة الجنوبية الغربية السيد حيلزقي حبتان الهدف الأساسي من المشاريع التي تشرف عليها الحكومة هو تأمين الاستفادة الشعبية في العمل والفائدة الاقتصادية. وثمن مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح وسكرتير إدارة ضاحية ألبو السيد بشير عبد رب النبي منح المشاريع الزراعية الأولوية للسكان. وذكر مسؤول متابعة القرى في مديرية تسانية السيد تسفى ميكائيل منقست أب بأن المشاريع الزراعية أحدثت تأثيرا إيجابيا لدى السكان، وأوضح السكان تسييرهم حياة مستقرة بفضل هذه المشاريع. ساهم ارتفاع المعرفة والإدراك حول أهمية رياض الأطفال في تطور مشاركة طلابية في مديرية غردات. وأوضحت المشرفة على التعليم قبل النظامي في المديرية الأستاذة حليمة صالح عدم وجود خدمات منتظمة حتى عام 2021، إلا أنها أخذت أسلوبا منتظما في الوقت الحالي. وتشير مستندات مكتب التعليم في المديرية إلى ارتفاع رياض الأطفال من 8 إلى 11 روضة ونسبة زيادة الطلاب ب 64%. وذكرت تعصيم الخدمات المقدمة على 3 مستويات، بالإضافة إلى استقبال واكتساب الطلاب من عمر 8 إلى 6 سنوات التعليم الأساسي ونقلهم إلى المرحلة الابتدائية. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل الأزار أن التعليم قبل النظامي يعد أساس متين، موضحا جريان عمل دؤوب لخلق بيئة صلبة تسهم في رفع وعي المجتمع والاستفادة الجيدة من الخدمات الأكاديمية.
دعا مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية الدقيح للقيام بجهود جاد للسيطرة على أعمال تفحيم الحطب لوضع حد للقطع الجاري للأشجار. وأوضح السيد أحمد الدين محمد إسماعيل من المكتب أن عملية التفحيم تجري في مناطق ربربية وإيرامالي ومحفيد وربع حداث في مديرية فرم، ويباع الفحم في الدقيح. وذكر ضبط أكثر من 2500 كيس فحم في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى أن ضبط الفحم ليس له معنى بعد قطع الأشجار التي يتوجب حراستها جيدا. وقال توجد ظاهرة التفحيم في العديد من مناطق الدقيح أيضا، داعيا سكان هذه المناطق للاهتمام بالمراقبة والحراسة. عقدت الشرطة سيمينارات في حقات ودماس وأوقار وتكومبيا لمكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكال في السيمينار الذي عقده لطلاب المدرسة الزراعية الفنية في حقاته، أوضح مهام ورسالة الشرطة والقانون والقيم والقضايا المدنية والجنائية والجرائم المرتكبة نتيجة الإهمال وأضرارها وتأثير المكيفات المخدرة. وذكر قائد شرطة مديرية جندع النقيب كيدان حيلة في السيمينار الذي عقده لسكان ضحية الدماس، ذكر أولياء الأمور العمل لتوجيه أبنائهم ومساهمة المجتمع لمكافحة الجريمة والمخالفات القانونية وكشف مرتكبها. وعقد قائد شرطة مديرية علي القاش النقيب برخي تخل مريم سيمينارا في أوقار وتكومبيا داعيا الطلاب لتطبيق التوجيهات والنصائح المقدمة من أولياء الأمور والجهات المعنية والمشاركة لمكافحة الجريمة. أحدث الحريق الذي نشب مساء يوم أمس 6 أبريل في سوق الصعف ومشتقاته في مدينة بارنتو أحدث أضرارا بالغة على الممتلكات والمؤسسات، ولم يسفر أي وفيات بشرية. وأوضح مسؤول التحقيقات في مركز بارنتو للشرطة قبل مسقل أوباي إحراق 20 مؤسسة مع كامل ممتلكاتها، وتوجد أسباب نشوب الحريق على قيد التحقيق. وأفاد مراسل إيرينا بأن سكان المدينة وأعضاء قوات الدفاع والشرطة بالتعاون مع وحدة إطفاء الحرائق في إدارة المدينة لعبوا دورا كبيرا في إخماد الحريق والسيطرة عليه. وذكر المحقق قبل مسقل أوباي أن أغلب المنازل في الإقليم شيدت بالسعف والعشب، لذلك يجب على المواطنين أن يكونوا متيقظين في التعامل مع النار، وعلى المدخنين الحد من الإهمال. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع ومن جنوب لبنان، أغارت إسرائيل على جنوب لبنان وغزة مؤكدة ضرب أهداف لحركة حماس. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف 3 أهداف في البنى التحتية لحماس في منطقة الرشيدة، حيث يوجد مخيم اللاجئين الفلسطينيين قرب السور، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها إسرائيل شن هجوم على الأراضي اللبنانية منذ أبريل 2 عام 2022. ودوت 3 انفجارات منطقة الصور في الجنوب اللبناني تزامنا مع إعلان إسرائيل شن قواتها قارات في لبنان ردا على إطلاق وابل من الصواريخ الخميس باتجاه أراضيها، اتهمت مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها. وجاء القصف بعد إعلان إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية. ووقع القصف غداة صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بين مصلين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وتوعدت في أعقابها فصائل فلسطينية بشن هجمات انتقامية. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا وفق ما أفاد مسؤول تركي. ويجري وزير الخارجية التركي محادثات حول قضايا عدة، من بينها مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود.
وتركيا العضو في حلف الشمال الأطلسي والتي تقيم علاقات جيدة مع جارتيها في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا تدفع لاستئناف محادثات السلام بينهما على أمل البناء على جهودها الدبلوماسية التي بدأتها العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان قبيل الزيارة إنه رغم تعقيد الوضع الدولي فإن الحوار السياسي الروسي التركي مستمر على مستوى رئيسي البلاد في المقام الأول. ولافروف الذي زار تركيا آخر مرة في يونيو الماضي سيبحث مع المسؤولين الأتراك اتفاقية الحبوب التي قالت الخارجية الروسية إن موسكو وافقت على تمديدها لمدة 60 يوما أخرى في بادرة حسن نية. نشرت الصين سفنا حربية في المياه المحيطة بتايوان بعيد نشرها حاملة الطائرات متوعدة برد حازم على لقاء رئيسة الجزيرة رئيس مجلس النواب الأمريكي في كاليفورنيا. ورغم تحذيرات بكين التقت ساي إنغ وين التي تنتمي إلى حزب يناضل من أجل استقلال الجزيرة كيفن ماكارثي قرب لوس أنجلوس. وقامت السلطات الصينية التي لطالما هددت بالرد في حال عقد مثل هذا اللقاء بنشر حاملة الطائرات قرب تايوان قبل ساعات من عقد الاجتماع. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الولايات المتحدة وتايوان تآمرتا من أجل تعزيز علاقاتهما، الأمر الذي يمس بصورة خطيرة بالسيادة الصينية ويشكل مؤشرا سيئا يدل على دعم الانفصاليين التايوانيين. وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بعزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شخصان حتفهما. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1,000,000 شخص بعد أن ضربت عاصفة ثلجية 2 من أكبر مقاطعات كندا سكانا وجلبت معها أمطارا متجمدة ورياحا قوية أطاحت بالأشجار وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء. وانقطعت الكهرباء عما لا يقل قليلا عن 1,000,000 شخص في مقاطعة كيبيك وعن نحو 110,000 في مقاطعة أونتاريو. وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين 1.3 مليون على الأقل في وقت سابق. ويعيش في المقاطعتين أكثر من نصف إجمالي سكان كندا البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة. وعرض رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديم المساعدة الاتحادية إذا اقتضى الأمر ذلك. ختام نشرة هذا المساء. هذا تذكير بأبرز العناوين: إحياء اليوم العالمي للصحة. المشاريع الزراعية في الكاشبركة تسهم في الاقتصاد الاجتماعي. مديرية غرداد تشهد مساهمة طلابية فاعلة في رياض الأطفال. إسرائيل تشن قصفا جويا على غزة وجنوب لبنان ردا على استهدافها بالصواريخ. لافروف يصل إلى تركيا لبحث اتفاق تصدير الحبوب. وبعد زيارة رئيسة تايوان الصين تنشر سفنا حربية قرب الجزيرة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.